ليأسلم قائل أن تشغل الدين. صدقت يا حبيبي يا رسول الله في كل كلمة قلتها في حق هؤلاء الشجعان الأبطال. الآن فقط تأكدت لماذا لم يطلب أمير المؤمنين المدد من غيرهم. ولكن يا سيدي، هل لي أن أعرف من أين هؤلاء الشجعان؟ ألم يتسنى لنا أن نعرف من أين هم لانشغالنا بالحرب؟ هؤلاء هم أحفاد وأبناء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخوانه وأحبابه. إنهم أهل اليمن، هم من اختارهم الله لرسوله ليحملوا معه رسالته وينشروا دعوته في كل بقاع الأرض، وهم من فتحوا الشرق والغرب. هم أولئك الذين وقفوا مع رسول الله وقفة الإيمان والكبرياء والوفاء والصدق، وهم من قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: امض بنا يا رسول الله، فلو خضت بنا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجلا واحدا. إنا لصبر في الحرب وصدق عند اللقاء. فسماهم الله في محكم كتابه الأنصار. ولعل أعظم وصف لوفاء الأنصار هو قول الله سبحانه وتعالى فيهم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والذين تبوأوا الدار والأولى مجاهدين ومعينين وناصرين. الحمد لله والله أكبر. خباب: لبيك أيها القائد. هل تعلم أين سأجد عبد الله؟ أعتقد أنه في خيمة المؤن. إذا سأذهب إليه وأنت عد إلى موقعك. سمعا وطاعة أيها القائد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو البراء، أين كنت يا رجل؟ لقد تساءلنا كثيرا عن اختفائك، حتى أن بعضنا قد ملأ الشك قلبه بأنك ربما قد قتلت في المعركة، أو انشقت الأرض وابتلعتك، وها أنا ذا أراك أمامي واقفا بكامل عافيتك. أين كنت يا رجل، ولماذا تأخرت كل هذه المدة ونحن في أشد الحاجة إليك؟ إنني بخير، وما اختفائي إلا لتنفيذ مهمة أمرني بها أمير المؤمنين. مهمة؟ أي مهمة تجعلك تغيب في ظرف كهذا ونحن في أشد الحاجة إليك؟ لقد أرسلني أمير المؤمنين إلى اليمن. إلى اليمن؟ ولماذا إلى اليمن؟ لأن فيها رجالا مؤمنين، وقد بعثني إليهم لأطلب منهم المدد. ولماذا يطلب المدد من أهل اليمن ولم يرسل لغيرهم؟ ألم تملأ عينه الجيوش الجرارة التي معنا والتي ساندتنا أيضا من كل بلاد المسلمين؟ هم أشد بأسا وقوة وشجاعة. يا إلهي، يبدو أنك لا تعرف شيئا عن أهل اليمن. لهذا إن أردت أن تعرف الجواب فاذهب إلى أمير المؤمنين، ولكن احرص على ألا تعود حاملا رأسك بين كفيك. رأسي بين كفي؟ لماذا يا أبا البراء؟ أقسمت عليك أن تخبرني لماذا أهل اليمن عن غيرهم. ويحك، من الواضح حقا أنك لا تعرف عنهم شيئا، ولكن اصغ إلي جيدا، فلقد قال عنهم كلاما جميلا يليق بهم. قال: يا أيها اليمن السعيد تحية يشدو بها التاريخ من ماضي الزمن، يا أرض بلقيس الكفاح وتبع، يا ربع حمير، يا قبائل ذي يزن، يا سادة الأيام، يا من حطموا إيوان كسرى يوم أقبل في السفن. يمن لأن اليمن والإيمان في تلك الوجوه فنورها يجلو الحزن. رفعوا معاذا واستجابوا كلهم، وأتوا ببيعتهم وغالوا بالثمن. حتى النجوم لهم سهيل وحدهم، لو خيروه لما اشتهى إلا اليمن. والكعبة الغراء سمي ركنها ركن يمان في أحاديث السنن، والسيف سمي باسمهم من حسمه. الله كم قطع السلاسل والمحن. قصيدة جميلة يا أبا البراء، ولكن ألا ترى بأنه بالغ فيها كثيرا؟ فلم أسمع بأن اليمن كان لديهم ملوك وكانت لديهم تلك الشجاعة. ويحك، يبدو بأنك فعلا لم تعرف بأهل اليمن. لا أعرف عنهم إلا القليل، إن كنت تعرف فأخبرني. أولم تعلم بأنهم من هبوا من البرار والقفار؟ أولم تعلم بأنهم من ركبوا المهالك والأخطار وأنزلوا البأس بالكفار وفتحوا الأمصار؟ أولم تعلم بأنهم وبهم ينفس الله عن المؤمنين الكربات، وعلى أيديهم بأمر من الله دكت إمبراطورية الروم ومعاقل الفرس؟ أولم تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله استقبل بي الشام وولى ظهري إلى اليمن، وقال: يا محمد إني جعلت لك ما تجاهك غنيمة ورزقا وما خلف ظهرك مددا.
أولست تعلم بأنهم أهل الفقه والاعتبار والسكينة والوقار، وأرق قلوبا وأقل عيوبا؟ أولست تعلم بأنهم أنصار الرسالة وقادة الجهاد والبسالة؟ حقا قال كل ذلك فيهم؟ نعم، وقال عنهم أيضا: أتاكم أهل اليمن هم أرق قلوبا وألين أفئدة. صدق رسول الله. أولم تعلم بأن أهل اليمن أول الناس شربا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال النبي: إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن، أضرب بعصاي حتى يرتض ليشرب أهل اليمن. صدق رسول الله، وكل ذلك مجازاة لهم بحسن صنيعهم وتقدمهم في الإسلام ودفاعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا. أولم تعلم بأن الركن اليماني سمي باسمهم؟ أولم تعلم بأن منهم شاعر الرسول حسان، وملك العرب النعمان، ومنهم قبيلة جرهم أول من سكن مكة، وجاء من نسلها قريش وتزوج منهم نبي الله إسماعيل؟ أولم تعلم بأن اليمنيون هم أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ألم تعلم بأن أهل اليمن هم خيار أهل الأرض؟ فقد روى جبير فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق بين مكة والمدينة، فقال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن يطلع عليكم أهل اليمن كأنهم السحاب، هم خيار أهل الأرض. من المؤمنين رجال، مسلسل أعده وكتبه